فيلمنا بيبدأ بواحد اسمه سام وكان بيحكي عن مراته سارة وبيقول إنها جميلة جدا وهو بيحبها جدا وإنها حامل ومستنين ابنهم يجي بفارغ الصبر جدا، والدنيا كانت ماشية زي الفل. بس حمادة هلال قالها قبل كده كل حاجة حلوة عمرها قصير، وفي غمضة عين سام بيعمل حادثة كبيرة وبينقلوه على المستشفى وحالته كانت خطيرة جدا، ومراته جنبه بتقول له ما يسيبهاش لوحدها، لكن سام كان في دنيا تانية خالص. وفجأة يا عزيزي المشهد بيتغير وسام بيفوق، وكان على السرير اللي جنبه راجل عجوز، وسام بيدوس على زرار الانذار عشان يجي اي حد ويعبره، لكن لا حياة لمن تنادي. كان قاعد في صحراء مش مستشفى، ولما ما لقاش فايدة قام وشال كل الخراطيم الكتيرة اللي كانت في جسمه، ولما بيلف وراه ما بيلاقيش الراجل العجوز اللي كان معاه في نفس الأوضة. وسام بيستغرب وبيقوم عشان يطلع بره، لكن فجأة بيهجم عليه الراجل العجوز، وكان عليه صحة يا عزيزي بسم الله ما شاء الله مش عند حد، لحد ما قاوم سام وضرب، وبسرعة بيجري على بره وبيندى على أي حد يعبره. بس الدنيا كانت هص هص وما كانش فيه غير الراجل المجنون اللي ما بيهمتش ده، الراجل عامل زي الفرقعلوز. وسام برضه كان بيقاوم وقدر يخلص من غلاسة أمه، وكمنه كان مغلول منه فضل يا عزيزي يضرب فيه بالمقص في كل حتة في جسمه لحد ما اتأكد إنه أخيرا مات. وبيقوم سام وبينده بصوت عالي على أي حد يساعده، يا جماعة يا اللي هنا يا ناس يا أي حد، برضه مفيش أي إشارة تبين له إن الدنيا لسه بخير. والمصيبة الأكبر بقى إنه لما لف وراه ملاش الراجل العجوز اللي قتله بإيد، ومسك المقص عشان لو هجم عليه العجوز تاني، لكن المفاجأة إنه بيلاقيه نايم في مكانه على الأجهزة. وسام بيدخل الأوضة وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، وبيلاقي الهدوم بتاعته وبيطلع منها التليفون، لكن ما بيلاقيش شبكة في المكان، وبيلبس هدومه بسرعة عشان يطلع من المستشفى الغريبة دي. وهو طالع بيلاقي ممرضة في وشه وبتقول له رايح فين؟ انت مش هتطلع من هنا. فبيقول لها انه تعرض لهجوم وبيشاور على الراجل العجوز، لكن ما بيلاقيهوش، الراجل العجوز ده هيجنني. ولما بص ناحيتها ما لقاهاش هي كمان. اظن كده حلوت قوي، سام حرفيا كان هيتجنن وبيجري بسرعة عشان يطلع من المستشفى دي بأي طريقة، وبيروح عند الأسانسير وبيفضل يدوس على الزراير كتير. يقوم مين بقى يظهر له؟ الراجل العجوز تاني، يخرب بيت قرايتك، وبيجري ناحيته. وعلى آخر لحظة سام بيقفل عليه الباب، لكن تفتكروا هيسيبه؟ لا يمكن، بيجيله من السقف، ما هو يا انت يا هجننك يا هقتلك. وسام بيطلع من الأسانسير وكان عايز يطلب المساعدة من أي حد، بس مفيش غيره هو والمجنون. وبعد شوية بيتعب وبيقع في الأرض، والمخرج بيجيبه لنا وقت الحادثة وبيكون جنبه اتنين، واحد بيشجعه انه يفوق ويرجع كويس، والتاني بيشجعه انه يسيب نفسه للموت. وسام بيختار يفوق، والناحية التانية بيجيب لنا واحدة على سرير العمليات وكانت عايزة تعمل عملية تجميل في منطقة معينة مش هقولك عليها يعني، وبعدها بتاخد البنج وبتدخل لنفس العالم اللي سام فيه. وبعد شوية بتلاقي نفسها في الأوضة لوحدها، وشوية بيجولها 3 بنات باين عليهم إنهم عاملين عمليات تجميل برضه، وبيكتفوها وهي بتصرخ بصوت عالي جدا، وسام بيسمعها وبيمشي ناحية صوتها. ولما وصل لها بتضربه واحدة فيهم، لكنه بيضربها وبياخد منهم البنت وبيقفل عليهم، وبيتعرفوا على بعض. والبنت بتطلع اسمها مونيكا، والاتنين ما كانوش فاهمين اي حاجه، وهو بيقول لها انه حصل معاه زي اللي حصل معاها بالظبط، وانهم لازم يلاقوا حل ويخرجوا من هنا. وكانت كل التليفونات اللي في المستشفى متعطله، ومونيكا بتقول له ان اكيد الناس اللي في المستشفى دي زومبي وانها متوتره وخايفه. سام قال لها انت اللي موتراني بالملايه اللي انت لافه نفسك بيها دي، انت ممسوكه اداب يا بنتي ولا ايه؟ خدي دي واستوري بيها نفسك عشان اعرف اتكلم معاك. مونيكا قالت له لو طلعتني من المكان ده هعمل لك اللي انت عايزه. سام اداها واحده قصف جبهه وقال لها انه عايز يطلع من هنا عشان مراته حبيبته مستنياه. ستوري نفسك ستوري. وسمع صوت واحد بيطلب المساعده زيهم، وكان متكلبش في السرير، وسام بيفكه وبيطلع انه حرامي، وخد كام رصاصه من ظابط، وبيطلعوا عشان يشوفوا اي سكه تخرجهم من الداهيه اللي هم فيها دي، لكن بيقابلوا ال3 بنات وكان شكلهم مش جايبين سلميه خالص، وبيجروا وراهم بسرعه وهم بياخدوا بعضهم وبيفلسعوا. وسام بيقول لهم ينزلوا بسرعه وهو هيفضل ماسك الباب، لكن لما لقى البنت بتكسر الازاز بيضطر يفلسع هو كمان. الجري نص المجدع، لكن وهو نازل بيلاقي ايد سودا بتمسك ايده، وفجأة بيتسحب من واحد جديد وبيقول له لو نزل الدور اللي تحت مش هيقدر يخرج من المكان ده اصلا. وفجأة وشه بيتقلب لجلد من غير ملامح، وبتيجي واحدة جديدة برضه وبتضربه على دماغه، يا ابني انت عملت ايه في دنيتك؟ وسام بيغمى عليه، فبتاخده البنت على نقالة وبتوديه عند راجل تاني، وبتقول له انها لازم تنزله للدور الارضي، وبتقول له انه ما يستحقش يعيش، وانه كان ليل ونهار شغال ومش بيقعد مع مراته، وده غير انه بتاع ستات ودايما مقضيها،
لكن الراجل الكبير ده بقى بيقول لها انه حاسس ان سام شخص كويس وانه يستحق فرصة تانية وانه كمان هيبقى اب قريب. وفعلا بتسيبه شوية وسام بيفوق، لكن بيقابل واحد تاني والمرة دي معاه مسدس، وبيطلع انه الضابط اللي ضرب الراجل الاسمراني، وبيطلع برضه انه اتصاب ودخل المستشفى اللي بيدخلها ما بيطلعش منها دي. ودول كلهم بقى يا سيدي حالتهم خطرة جدا وجسمهم موجود في المستشفى ما بين الحياة والموت، والدكاترة بيحاولوا يفوقوهم وهم في عالم تاني اصلا. شكلهم كانوا شاربين نفس الصنف قبل ما يعملوا الحادثة، وطبعا هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل لهم. وشوية والظابط بيختفي، ولما بيطلع سام يدور عليه بيشوف الراجل العجوز ده وبيطلع اسمه فيرجن، وبيقول له انه انقذه وما سمحش للبنت تاخده للدور اللي تحت عشان اللي بينزل تحت بيموت نهائي. وبيقول له انه عشان يطلع من المكان ده لازم يطلع على السطح. وهم طالعين بيقابلوا الست ليلى وبيشكرها انها انقذته، وبيكملوا في طريقهم عشان يطلعوا على السطح. لكن بيقابلوا الراجل ده تاني وبيروح سام عشان يتكلم معاه بهدوء، لكن بيشوف طفل صغير بيشاور له على فوق. وبعدها اللمبه بتفرقع وليلى بتروح لسام، ولما شافها الراجل ده هجم على سام وقال له يبعد عنها. ولما الراجل شاف فيرجل ساب سام وراح هجم عليه، فبتاخده ليلى عشان يهربوا. ولما بيوصلوا عند الاسانسير الراجل الضخم ده بيروح لهم قبل ما الباب بيتقفل وبيشيل ليلى بره بسرعه. وبعد ما طلع سام مونيكا بتروح له وبتقول له انها مش لاقيه اي مخرج المستشفى المنيله دي. وشويه وباب الاسانسير بيتفتح وبتطلع راس الراجل الضخم تجري ناحيته، وبعدها بتطلع ليلى وهي فرحانه انها خلصت عليه. وشويه وبيتجمعوا كلهم، والظابط بيتخانق مع كارتر الاسمراني، وده لانه هو السبب في اصابته وبسببه دخل المستشفى الهباب دي. وسام بيقول لهم يستهدوا بالله ويوقفوا خناق دلوقتي ويشوفوا حل في المصيبه اللي هم فيها. لكن الظابط بيضرب كارتر رصاصه وبيقتله، وبيهدد ليلى بالمسدس وقال لها توديه للمخرج، وده لانها قالت انها كانت دكتوره في المستشفى، بس هي بتعرفه انها ما تعرفش حاجه هنا وانه كان اول يوم ليها شغل وزيها زيهم مش فاهمه ايه اللي بيحصل. وبتقول له انها لما دخلت المستشفى ركبت الاسانسير اللي كان في الجراج، وبيصمم انه ينزل للجراج، واول ما الاسانسير اتفتح اتسحب لجوه والباقي خاف وجري. وبعدها بيدخلوا الأوضة فيها جثث كتير، وهم برضه ما كانوش فاهمين أي حاجة لسه، وافتكروا إنهم كانوا زيهم وماتوا عشان ما عرفوش يخرجوا من المستشفى. وفجأة الظابط بيظهر تاني وبيقول لهم إن كان في وحش في الأسانسير وهو قتله، ومن بعدها كل الجروح اللي في جسمه اختفت، وإنه تايه ومش فاهم أي حاجة في أي حاجة، وكان لسه مصمم إنه ينزل الجراج. وهم في طريقهم بيقابلوا كارتر تاني وبيهجم على الظابط، وبرضه الظابط بيقتله للمرة التالتة. يا ابني ما تموت بقى ما تقرفناش. وبعدها الظابط بيتسحب من مخرج طالع منه ضوء احمر، وسام كان خايف جدا، وليلى قالت له انه ينزل معاها للمخرج اللي تحت لكنه بيرفض، وهي بتتعصب عليه وايديها بتتحول وبتطلع مع الوحوش الغريبه اللي في المستشفى. في الوقت ده بيظهر فيرجل تاني وبيقول له يروح معاه، وسام كان عايز ياخد معاه مونيكا لكنها هي كمان بتتسحب. وهو بيركب الاسانسير مع فيرجل وبينزلوا عند حضانات الاطفال وبيسمعوا صوت طفل بيعيط، ولما دخل عشان يشوف الحكايه بيلاقي مراته خلفت وشايله ابنهم، وبيقول لها انه تايه ومش فاهم ايه اللي بيحصل معاه وانه مش لاقي مخرج عشان يرجع لها. فبتقول له ساره المكان اللي هتلاقي فيه شبكه في تليفونك هيبقى هو المخرج. وبعدها بتختفي وبيقول لفيرجل انا ميت صح؟ فيرجل بيقول له لا انت لسه عايش، وكل اللي شفتهم هنا عايشين، بس ده وهم في دماغك انت وكل الناس اللي ما بين الحياة والموت. والناس اللي بتموت في الوهم ده بتهاجم اي حد جديد بيدخل المستشفى، لان هو وليلى مرشدين وبيدخلوا للناس في الوقت اللي بتكون حالتهم فيه خطر ما بين الحياة والموت، وان فيرجل ده الخير وبيبقى عايز الناس تفوق وترجع للحياة، اما ليلى طلعت الشر وبتكون عايزة الناس تموت. وبيعرفوا انه يكمل في طريقه عشان يقدر يخرج من المكان ده ويفوق من الغيبوبة بقى. وهم في طريقهم للاسانسير اللي هيطلعهم السطح بيلاقي بنت صغيرة وبتبقى برضه في غيبوبة زيهم، وكانت خايفة جدا وطلبت من سام المساعدة، وبياخدها سام معاه للاسانسير، بس قبل ما بيطلعوا منه بيسمعوا صوت خبط وبيبقى الراجل العجوز تاني. بيموت ازاي ده يا جدعان؟ وبيفضل يضرب في سام لحد ما سام قدر يضربه، بس ده بسبعة ارواح زي القطط مش هيموت. سام فتح باب السطح للبنت الصغيرة وقال لها تطلع تجري على فوق بسرعة، وهو كان عايز ياخد فيرجل معاه لكن بيهجم عليه فرقعلوس تاني. وفجأة بيشوف الناس الحقيقية اللي موجودة في المستشفى، وبتيجي الممرضة التخينة دي وبتضرب الراجل الفرقعلوس، وبتقول لسام هو انا مش قلت لك ما تتحركش من السرير؟ وبتجره من رجليه. وسام في الوقت ده كان قرب يفوق من الغيبوبة وعشان كده كان شايف الناس، وكمان بيشوف سارة مراته وهي بتقول له انها بتحبه، واحنا كمان يا سيدي بنحبك بس خلصنا. والممرضة بتوصله عند الأوضة اللي هو فيها في الحقيقة، وبيشوف الدكاترة وهي متجمعة حواليه وكمان سارة مراته، وبيفهم انه في غيبوبة. والدكاترة لما بتحاول تفوقه كل ما بتعمل له صدمة كهربائية اللمبة بتفرقع عنده في العالم اللي هو فيه. لكن فجأة يا عزيزي الممرضة وشها بيتغير والملامح بتختفي، وما كانتش عايزاه يفوق من الغيبوبة، لكن
كان بيضربها فيرجي، وسام بيشكره وبيقول له فيرجل يرجع لمراته وابنه. ولما جه يطلع على السطح بيشوف البنت الصغيره وهي قاعده على السلم وما كانتش لسه فاقت، وطلبت منه المساعده تاني، وفعلا بياخدها معاه. بس فجاه بتظهر له ليلى تاني، وبعدين معاكي بقى يا ليلى، وبتقول له تعالى معايا تحت وانا هدلعك وهروق عليك، ولو طلعت فوق هتشيل مسؤوليه مراتك وابنك، وحوارات كتير. مونيكا اختارت انها تريح دماغها وتنزل تحت، وكمان الظابط انت كمان تعالى معانا. بس سام بيرفض وبيقول لها انه هيرجع لمراته، وبيطلع وبيفتح باب السطح. واهل البنت الصغيره كانوا جنبها في الحقيقه وكانوا زعلانين عليها جدا، وسام بيدخلها هي الاول، وبيحس بمراته وهي بتقول له انها جنبه وبتحبه، وبيدخل هو كمان. وبكده يعني الاتنين هيفوقوا من الغيبوبه ويريحونا. الفيلم بيحاول يوصلنا المفهوم ان البني ادم لما بيكون في غيبوبه بيبقى عايش في عالم تاني، وانه كده يعني متصل بالعوالم الاخرى اللي هم الناس اللي عايشه في غيبوبه برضه، وده طبعا من وحي خيال المخرج مفيش منه يعني. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك وتقول لنا رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.